السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا باحسن حال واحسن صحه يا رب، اللهم امين. بقالي كتير ما طلعتش اصور فيديوهات، وبقالي كتير نايمه في الخط وبقالي كتير ما عملتلكوش اي حاجه جديده. وبشكر جدا جدا اخواتي اللي بيقولوا لي اطلعي وطلعي لنا الجديد اللي عندك، وبشكركم تاني وتالت وعاشر ان انتوا بتسالوا عليا وبتخشوا في الكومنتات وتسالوني انت فين ومش باينه ليه. والله كانت لي شويه ظروف كده والحمد لله، وادعوا لي ان انا ارجع اصور الجديد كله اللي عندنا. ويلا نخش على طول على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. عاملين اكله بسيطه كده وسهله وصحيه، والمكونات كلها في البيت، وحاجات بسيطه تحسي ان ما تتقلك تقولي لا دي صعبه، دي مش عارفه مكوناتها كتير، دي إيه؟ لا، يلا نخش على طول على الفيديو ونشوف ايه اللي معانا ونعمله على طول. بصوا بقى كده، معايا اولا كيلو رز، والكميه بتاعتك على حسب ما انتي ما بتبقى محتاجه، ومعايا نص كيلو لحمه، ومعايا كيلو بتنجان، ومعايا التوابل بتاعتي. بصوا التوابل بتاعتي ايه: فلفل اسمر، 7 بهارات، فلفل ابيض، كمون، كزبره، ومعانا ملح، ومعانا ماجي. ودي للحمه توم، حبهان، ورق لوري، فلفل اسمر، فلفل ابيض، معانا ده حاجه اسمها محسن طعم، ملح صيني، ومعانا واحده مرق الدجاج، ومعانا القرنفل. تمام، يلا نخش على طول. دي للحمه. تعالوا نخش على طول نعمل مع بعض واحده واحده. حطينا حله على النار اهي فاضيه. بص بقى، اهم في الاكله دي تعملها المرقه بتاعتها يكون حلو. تعالوا نقول بسم الله كده. احنا هنسلق اللحمه الاول. كل ما المرقه بتاعتك بيبقى حلو، كل ما الاكل بتاعك بيطلع جميل وطعمه طيب. تمام، انا كده حطيتها اهي اللحمه. تعالى بقى نشوف هنحط ايه تاني في التوابل. بصوا كده، انا مقطعه معايا الثوم حتت صغيره اهو. انا لازم احط في تسليق اللحمه، لازم احط ثوم. تمام، ومعايا بصلايه متقطعه حتت صغيره اهي. اهم حاجه يكون موطيه على النار، موطيه النار بتاعتك على الحله علشان ما تتحرقش منك. ولازم ان اللحمه تخر ميه. تمام، كل ما تخر ميه والتوابل اللي انت حطيتيها والبصل والثوم اللي انت حطيتيه بيديكي طعم وريحه جميله طيبه جدا. وطبعا احنا عارفين كلنا ما يحلى الكلام ويحلى الاكل وتحلى حياتنا الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، انا كده حطيت الحاجه بتاعتي، البصل والثوم. فاضل التوابل اللي احنا قايلين عليها: حبهان، قرنفل، فلفل اسود، فلفل ابيض، ورق لوري، وحبه ملح صيني صغيرين. ونقول بسم الله كده. التوابل دي بتدي طعم الاكل، بتبقى طعمه حلو جدا. وكمان معايا الماجي اهي، نفركها كده. ما تحطيش ملح خالص الا لما اللحمه بتاعتك تستوي. انت هتدوقي الشوربه بتاعتك بالتوابل اللي انا حطاها، بحبه توابل البصل دول اللي انا حطاهم بالبصل بالثوم، هتعجبك جدا جدا جدا. واحتمال كبير ما تحطيش ملح على حسب ما انت عايزه. تمام، دي كده اللحمه بتاعتنا هنغطيها ونوطي عليها لحد ما تخر الميه بتاعتها، وبعد كده نقلبها تقلبتين ونزودها. تمام، يلا بقى نخش على طول نبهر الرز بتاعنا ونشوف المقلوبه بتاعتنا الجميله هتتعمل ازاي. بصوا كده، انا قبل ما ابهر الرز قطعت البتنجان، شايفين التقطيع بتاعته، السمك بتاعه. تمام، وهرش عليه حبه ملح كده علشان ما يشربش معانا زيت كتير. تمام، وهنسيبه حبه وبعد كده نقليه، وبعد كده نرجع نبهر الرز بتاعنا على طول يكون اللحمه بتاعتنا استوت. تمام، بصوا كده انا بقلي البتنجان اهو عشان يبقى جاهز معايا. انتوا بطلتوا تدعوا لي ليه؟ فين اللايك؟ فين السبسكرايب؟ فين الكومنت بتاعكم الجميل اللي بيحفزني؟ يلا هقلي البتنجان وهطلع لكم على طول. بصوا كده، انا غسلت الرز بتاعي غسلاه كويس اهو، مصفياه. تمام، هنحط بقى التوابل بتاعتنا عشان نبهر الرز، والملح على حسب برضو احتياجك، والكميات على حسب احتياجك، زي ما احنا بنقول كل مره، كل واحد بيعمل على حسب الاحتياج بتاعه. تمام، هقلبه وارجع لكم. اكيد انتوا عارفين انا ما بعملش الحاجه يعني كلها كامله قدامكم، عشان خاطر انا بصور بايد واحده، بصور يعني انا بصور لنفسي وبعمل حاجه بنفسي. تمام، هقلبه وارجع لكم على طول. انا بهرت الرز معاكم اهو. تمام،
زي ما انا حطيت توابل والله العظيم ما حطيتش توابل تاني ولا اي حاجه، هي بالتوابل بتاعتها تمام، التوابل اللي انا وريتها لكم. نعم يا حمزه. تمام. يلا بقى نشوف البتنجان بتاعنا واللحمه بتاعتنا استوت، وكل حاجه هتتعمل في حله واحده ومش هتوسخي مواعين كتير. بصوا بقى الحله بتاعتنا فاضيه اهي، وسويت اللحمه وقطعت البصل اللي هيتحط تحت اللحمه. تمام. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه عشان تبقى الحكايه سهله قدامكم. بصوا كده انا حطيت حبه زيت في قعر الحله، وحطيت البصل اهو اقرصه. تمام. لازم حبه زيت زيتون او اي زيت متوفر عندك. تمام. عشان خاطر لما تيجي تقلبي الحله تبقى ايه، يبقى سهله معاكي. هرصها وارجع لكم على طول. تمام كده البصل بصوا رصيته اهو حلو. هنيجي بقى نرص مع بعض البتنجان كده. بصوا انا هرصه وارجع لكم على طول. بصوا كده انا رصيت البتنجان اهو. تمام. هنحط اللحمه. انا حطيت اللحمه اهي، انا مش عارفه الضوء ماله. حطيت اللحمه. انت على اللحمه بقى على حسب ما انت عايزه تحطيها، تحطها فوق البتنجان، تحطها في نص الرز، على حسب ما انت عاوزه. تمام. اللحمه كده انا ايه حطيتها. هحط الرز، هنزل كده بالرز. بص كده زي ما قلنا قبل كده الكميه على حسب ما انت عايزاها. نقول بسم الله. اهم حاجه يكون المرقه بتاعتك يكون بتغلي على النار. بصوا كده الرز اهو. تمام. كل حاجه فاضل المرقه هنروح نزود على طول. بص كده انا زودت لسه ما زودتوش معلش انا حطيته على النار اهو، وهزوده معاكم واحده واحده. تمام. انا المرقه معايا غامقه شويه بس مش مشكله، لان هو الرز كده كده بتاعنا غامق. هو انا بس عايزه اقول لكم ان المقلوبه دي بتتعمل اصلا برز بسمتي. تمام. فاحنا بنتصرف، الشعب المصري دايما بيتصرف وبيعمل باقل امكانيات عنده. طب اخلص تسبيده وارجع لكم على طول. بصوا التسبيده بتاعتها اهي. اول ما يغلي بنوطي عليه، يعني اول ما يغلي كده عشان ما يتحرقش معاكي. اول ما يديكي غلوه كده حلوه تروحي موطيه عليه وتسيبيه لما يتشرب معاكي ويستوي معاكي. تمام. انا كده خلصته قدامكم اهو، بس هاجي بقى في المرحله الاخيره اول ما يستوي هرجع لكم على طول باذن الله. بصوا كده انا خلصت وطفيت عليه. بصي طبعا انت عايزه تشوفيه مستوي ولا لا، بتقلبي كده من على الوش، عشان طبعا مش هينفع تقلبي من تحت لان هتجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. تمام. انا كده الفيديو بتاعنا يعتبر خلص، بس ايه لسه هقلبها بقى قدامكم واوريكم. ربنا يستر بقى وانا بقلبها على فكره انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعملها، وقسما بالله العظيم اول مره اعملها في حياتي. تمام. بس انا عايزه اقول لكم ان ولادي هينجنوا على الريحه والطعم، يعني هم داقوا الرز كده. ايه رايك انا؟ جميل. اقسم بالله العظيم يعني مش قادره اقول لكم الطعم والريحه جميله جدا. يلا بقى اقلبها وارجع لكم على طول. بص بسم الله ما شاء الله، يعني انا قلبتها بصعوبه تمام. بس الموضوع طلع سهل جدا، سهل والله. يعني انا عشان اول مره اقلبها واعمل الحاجات دي. بصوا كده انا منبهره، انا مبسوطه بنفسي والله العظيم، مبسوطه بنفسي ان انا قدرت اعمل واقلبها وتطلع زي ما هي الحمد لله. بصوا ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم ويكون عجبكم يا رب. ولو في اي حاجه عايزين نطلع بيها انا بحاول اتعلم لكم حاجات جديده وبطلع لكم بيها. بس انتوا لو عايزين في حاجه يعني في دماغكم عايزين نعملها انا بنفسي انا حاجه معينه، انا ما عنديش مانع. اكتبوا لي في الكومنتات، وبحبكم في الله. ما تنسوش الكومنت بتاعكم الجميل، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.